الذين احنا عايشين في هذا نكد علينا عيشتنا احنا ودمرنا احنا وخلي احنا نمشي شحاتين في الشارع ما معانا حق القوت اليومي. هذا حرام الوضع هذا، يعني ما ياكلش عيش. ليش؟ يا اخي الحكومه حقنا لازم تجعل لنا مخرج وتخرج احنا من الفقر هذا، ولو ان مع القتل لنا 170 سنه كذا تقريبا كذا. احسن لنا من العيشه هذه النكد يا اخي. حرام عذبونا احنا الحكومه ونظرت علينا بنظرة عين يعني من حق اسمه هذا الناس الذي هم يعني يعطفوا على الناس الآخرين ويحترموا شعورهم ومبادئهم ولا أخلاقهم الذي هي يعني سيبوها. خلاص كمل أبو الليل. بس يعني العقل عندي شوية تعبان، يعني لازم نراعي شعوره ونديله حقه يا أخي. مش خلاص يقول لك مجنون خلاص، يعني مجنون ما له مش أي حاجة، ما له داعي. المجنون له حقه له احترامه له كل شيء له طلباته في الدنيا هذه في الكون. الله سبحانه وتعالى ما رفع عنه الا القلم فقط لا غير. مش خلاص مجنون مالك من عار امه، لا تديله لا اكل ولا سجاره ولا كنده ولا تخفينه ولا تديله ملابس ولا حاجه. ليش؟ حرام اولا، هو مخلوق زيك. اللهم انه الله سبحانه وتعالى وقف عليه القلم فقط لا غير، يعني حقه مضمون. سمعت؟ بالحياه بالعيش. ايوه بكل شيء.